مين يا شباب؟ النهارده ان شاء الله الفيديو ده كان عندي بونص اللي هو بونص اخر الاسبوع، كان على 4 ايام اللي هو الاثنين تلاتة اربع خميس. فكان في نوى المفروض يعني الارصاد، فقال لك في جو اتنين وتلات، جو ما حصلتش اصلا. وانا كان عندي شويه ظروف كده، فنزلت قلت ايه خدها تحدي ان انا اعمل البونص 65 رحله في يومين. فايه اللي يحصل بقى ولا ايه اللي حصل؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو. وغير كده بقى ما تنساش بعد اذنك تشترك في القناه، يعني بعد اذنك، لان احنا عايزين مثلا نوصلوا 1000 بعد اذنكم، يعني قريب في فتره قريبه. ده بعد اذنكم طبعا. مشاهده ممتعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنعملوا حاجة انا مش في العادي بعملها بصراحة. النهارده انا كان نازل لي بونص اللي هو الاثنين والثلاث والاربع والخميس. انا طبعا كان في نوة المفروض اللي هي اثنين وثلاث. هي شتت شتا صغير، بس انا قعدت في البيت، فعندي البونص المفروض اعمل 65 رحلة في الاربع ايام دول. فانا دلوقتي قدامي يومين بس، فايه اللي هيحصل؟ انا هحاول اتحدى نفسي ان شاء الله ان انا اخلص ال 65 رحله في يومين. هتيجي ازاي؟ بس انا طبعا مش هعرف اصور الفيديو كله اللي هو الرحلات كلها، فهحاول اللي هو ايه اصور اول اليوم ونص اليوم واخر اليوم، لان هتبقى صعب عليا ان انا اصور اليوم كله بسبب كذا حاجه. البطاريه ما علينا. هنشتغل النهارده كده كده هنشتغل اوبر بس في الفتره دي. كده زي ما تقولوا ايه، بيحب شغل اوبر لان انت بتشتغل على البونص. لكن في الصيف انت عندك بقى اندرايف، عندك ديدي، كده كده ممكن تشتغلهم. يعني مثلا لو انت واحد هتشتغل ساعتين شغل مش معتمد على البونص، فكك من اوبر مش هتفرق معاك. كده كده اوبر الحمد لله شلت لنا الواجهه. انا ما صورتش، انا عارف ان الفيديوهات بتنزل متاخر، بس هو والله الواحد يعني وقته بقى بيحاول اللي هو ايه ينزل اكتر عدد والله في اقل وقت، بس بتبقى صعبه شويه لان المونتاج بياخد وقت والتصوير بياخد وقت والشغل اصلا بياخد وقت كله. بالذات اوبر اصلا بتاخد يومك كله، اللي هي ما بتسيبكش تشتغل اصلا، يعني ما بتسيبكش تعمل حاجه في حياتك غير الشغل. بس الواحد بيحاول عشان برضه الواحد عنده كذا حاجه، يعني عنده كليه وهكذا. فوالله بحاول ان انا على قد ما اقدر انزل فيديوهات، بس انا عارف ان انا متاخر، يعني اسبوع يعني فيديو في الاسبوع قليل قوي، بس ان شاء الله واحده واحده. يعني على فكره شغل اندرايف وديدي والشغل اللي في الاخر ما فيه تفاوت في السعر وهكذا، الشغل على فكره ممتع متعه اكتر من الشغل اوبر. لان اوبر انت بتحس ان انت ايه، روتيني شويه، مع ان هو الشغلانه دي مش روتينيه خالص، بس فيها نوع من الروتين اللي انت كأنك في شركه، كأنك بتعمل مطلوب منك فاهم اسك معين وبتخلصه وكده. انا لسه في اول رحله من هنا في السيوف، انا كنت بحط بنزين. الرحله حوالي 3 كيلو. انا بس هنا هحاول اخد رحلات ممكن طويله سيكا، بس ان شاء الله اروح ناحيه مثلا سموحه او الغربيه والحتت دي، هحاول اخد رحلات صغيره. فخصوصا ان انا اصلا نازل الساعه دلوقتي 4 الا تلت، اللي هو اصلا نازل في نص اليوم. يعني قدامي انا هحاول اسهر، يعني اسهر حبه حلوين النهارده ان شاء الله، وبكره برضه بكره الخميس عصر. كل ده عشان اعمل 65 رحله، مش عارف اعملهم ولا لا، بس انا توكلت على الله وفي نيتي اعملهم، فان شاء الله ربنا هيكرمني. يعني هو الموضوع مش سهل، بس ان شاء الله ربنا يكرمني واعملهم. ولو عملتهم انا اول مره اعمل حاجه زي كده اصلا. يعني هي مره بس قبل كده الطياره خدتني وعملت 43 رحله في اليوم، بس بصراحه قعدت بعديها بتاع 3 ايام في البيت يعني. بس الحمد لله. هو صح، ايه رايكم؟ الكاميرا اتعدلت اهي، واحدة واحدة إن شاء الله المايك يجي، بس واحدة واحدة يعني، واحدة واحدة هتلاقوا الدنيا بتتظبط من الناس اللي متابعة. يا يوسف شنو؟ قد وصلت يا يوسف.
لك خالص. لا ولا يهمك، ما خدتش حاجة. رايحين فين؟ اه هتخش من جوه يعني؟ اعمل ايه؟ هتخش منين؟ والله نخش طوالي زي ما احنا كده داخلين. يا كده ده سليم اسكندر كده ولا؟ ايه؟ سليم اسكندر من اول هنا؟ يا احنا من ضمن دخلات الدخله من هنا اللي هي بتاعت السرعه وبتاعت السرعه 20 بتاعت بكوس دي يا لهوي. الشارع ده؟ خش ده؟ مش احلى هنا. عارف تطلع ازاي بقى؟ هطلع زي ما جيت. انا جاي مش عارف معايا رحله هنا ولا بره. ما قابلت واحد. بص لو عايز تروح شارع 20 ما بص هقول لك انا هو فين. قول لي فين انا اقول لك. عشان انا لو دخلت من السوق انا فاهم عاد. لا انا مش هوريك السوق. هو قدام على الشمال. شارع 20. شارع 20 بص صح. هتطلع كده طوالي. تمام في الطريق هياخدك كده اجباري. تمام. في شمال يمين كده يدخلك السوق بكوش مالكش دعوه. شمال كده محموديه وكوبري الناموس الشارع. انا اخش محموديه ابو كوبري الموز. او ممكن تاخد الشارع ده طوالي بس مالكش دعوه بيه خليك. لا خلينا في التاني بقى. وصلنا من السوق. ايوه عشان يطلعوا. اطفال. هو ده الشارع اللي قصدي عليه. نخش شمال. ماليش دعوة بالسوق. عايزين نهور ناحية السوق. السوق يمين أصلا. الحمد لله. ماليش دعوة. لو قابلت الرحلة برضه رايحة سموحة 3 كيلو من هنا عشان هيطلعوا محمودية. هروح بقى ان شاء الله من سموحة بقى احاول اعمل عدد بقى ان شاء الله خد حاجات صغيرة بس ربنا يكرمني يعني. انا طبعا مش هعرف اصور اليوم كله يعني هتبقى صعبة اوي بالنسبة لي. احاول اصور ايه كام رحلة كده. حتى الفيديوهات بتبقى طويلة لو انا صورت اليوم كله. بشوف ان الفيديو طويل الناس ما حاسس الناس ما بتحبوش معرفش. وده مش صح بتاع فيديوهات بس انا بحاول ايه كده بعمل فيديوهات عشان انا بحب اعملها مش اكتر يعني. انا لو 100 واحد هيتفرجوا والله العظيم انا مبسوط مش عايز اكتر من كده يعني. بس استنى على الشمال. ده يطلعنا صح؟ تاخد 2 جنيه فكة وتاخد 5.
عملنا رحلتين يا مسهل الحال. فاضل كام بقى؟ نعيد من دلوقتي كده، فاضل 63 بدل 65. ايوه انا النهارده ان شاء الله لا ممكن اطول مثلا في الشارع، ممكن اعدي 12 يعني كمان، بس ان شاء الله يعني احاول اظبط الدنيا. بس انا طبعا هكيت عليك مش هعرف اصور لكم اليوم كله، مش قابلت رحله. طبعا بفصل الكاميرا بصراحه عشان ايه اوفر في البطاريه. المهم قابلت رحله رايحه فين ناحيه المدينه جوه اسمها برضه 2 كيلو. انا بقعد اخد رحلات من دي لحد ما ايه ان شاء الله ربنا يكرمني بس وتبقى موجوده الرحلات دي، احاول اخدها يعني. اياد صعب وعليكم السلام. وعليكم السلام. فين ده؟ الأول عملته رايح جرين بلازا كده. الرحلة 4 كيلو بس هطلع كوبري 14 مية وإن شاء الله مش هياخد وقت يعني. كانت دلوقتي السكة زحمة بس هو بقى بسلك لحد ما صارف. يلا كده عشان ما مفيش عكس. وانت صح كده. بعد ايه؟ هنا؟ بس 5 جنيه. خدت رحلة تانية. أنا الرحلة اللي فاتت أنا كنت قايل إن أنا هاخدها من 14 مايو، بس هو كان طالع هنا يعني لقيت إن يعني سكة النزهة أسهل، خدتها من النزهة يعني. وهو قابلنا رحلة على الرحلة كان نازل سموحة تاني تقريبا قدام شارع النصر كده يعني جرين بلازا بس الناحية التانية. يعني النهاردة إن شاء الله حاطط تارجت ليا يعني مش هروح قبل 30 رحلة. هو اللي فاضل هو الونش واقف. هنعمله ايه يعني؟ نخش الشارع نقفوا بسرعة بقى عشان يونش.
هنا ما نلفش يعني. اشتقت خلاص. لا شكرا. طيب يا خليك. والله 4 رحلات يا مسهل الحال. الموضوع صعب والله. انا مرات عرفت ان الدنيا ايه سهله وجديده. وما ده بقى في بونص في النص بقى اللي هو البونص ده بونص يومي عامل 40 جنيه لو عملت 6 رحلات. احنا كده كده شغالين على البونص دي كل اسبوعي. اعمل 55 رحلة تاخد 820 و10 رحلات 740 يعني اجمالي حوالي 1300 تقريبا. انا اول ما قفلت التصوير جالي رحلة يعني هو بجد يا دوبك فتحت التصوير ووصلت اهو خلاص. والرحلة كلها تقريبا كيلو ونص او كيلو. فان شاء الله انا مع شوية وهقفل التصوير واحاول اشحن البطارية و يعني ممكن افتح التصوير في حوالي على الرحلة ال20 مثلا اصور برضه حبة وفي الاخر برضه عشان الدنيا قربت تريح اصلا. وفي الاخر يعني اخر اليوم على اصور بقى الباقي خالص بحيث ان الايه الفيديو ما يبقاش طويل وممل في نفس الوقت وانا احاول اجيب اهم الحاجات بس وخلاص. جميل. وهحط اللوكيشن هنا وقفت هنا نقف هنا احسن. هنا اهو يا ورانا انا مش عارف ارجع. انت فين؟ انت ده؟ خش من الجواهر؟ خش من ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك مفيش حاجة والله ما انا نازل باصص حد يا رب. يا عم انت رايح فين يا عم؟ بتتحرك ازاي وهي مبطلة؟ وجعتني وجعتني ما كل شوية حد يخبطني. خبطت ايه الولية دي؟ مفيش حاجة مفيش حاجة والله كان عايزة غسلة بس. شغلنا معايا الميكانيكي البايك يزوز سبايك نوت سبايك كده كام؟ كده 6 رحلات نقعد نعدوهم عاملين ايه. انا دلوقتي وصلت 12 رحلة تمام لسه يعني لسه بدري. الرحلة اللي فاتت الكاوتش نمت على الارض. هي حاليا هي الكاوتش اصلا ممسوحة
فانا مش عارف اعمل ايه، هل اكمل واقعد اكملها لو ريحت تاني ازودها، بس هي ريحت على الارض خالص، فهل ازود لو ريحت تاني ولا اروح واقطع الشغل؟ فمش عارف، هشوف كده اعمل ايه، ان شاء الله خير يعني. عندنا يا شباب الساعة دلوقتي 11:30، ما عرفتش اعمل غير 13 رحلة لان كان ورايا مشوار جه مرة واحدة كده يعني، فما علينا يعني. وغير كده الكاوتشة اللي باظت، الكاوتش اتخرق اللي قدام اتخرمت، فهو ربنا مش مكتوب لنا اللي احنا ايه ملناش نصيب فيه يعني من الاخر. بس الدنيا فاضية، الساعة حاليا 11:30، خدت رحلة 3 كيلو، فمش عارف لو عرفت اخلص بس انا كده مش هكمل 30، بس هقعد ساعة كده. لقيت الدنيا فيها شغل وفي يعني امل ان احنا نعمله حاجة، اقعد. مفيش، ادينا اشتغلنا واليوم ما راحش على الفاضي يعني. احنا كده كده الحمد لله عاملين 13 رحلة بكام؟ ب 335. انا الحمد لله وقت كويس، لكن قعدت وقت كبير بصراحة. بس الوقت الكبير ما كنتش شغال، الوقت الكبير كنت في مشوار، وغير كده المكنة لما عطلت مني، فالحمد لله يعني. فهنحاول نعمله في الرحلة دي. الدنيا كده كده فاضية يعني زي ما انتم شايفين، فهحاول اتسلى شوية يعني. لو في اوردرات دلوقتي الفضيان اللي موجود ده ممكن اعمل عدد محترم، فاحنا ايه هنتوكلوا على الله تاني. يلا بينا. ده مش هتخش التاني؟ ما انا انت حاطط اللوكيشن هناك. حاطط اللوكيشن عند كلية هندسة، بقول لك حاطط اللوكيشن عند كلية هندسة. هو بقى حاطط عند البوابة التانية. ايه هنا؟ تمام يا صح كده. احنا عملنا 14 رحلة. والله انا بسعى 9:30 بيسرق. انا بسعى والباقي سايبه على ربنا، بس اللي فيه خير ايه ربنا يقدمه يعني ان شاء الله. بس انا يعني زي ما تقولوا ايه، فقدت الامل في البونص ده خالص، فقدته خالص حرفيا. بس احنا ايه لسه برضه ايه، بدل انا كده كده معايا وقت، بدل ما اروح البيت ادينا ايه هنعمله محاولة اخيرة. لان انا بصراحة لو ما كملتش ال 30 رحلة النهاردة، يعني انا حسبت ان النهاردة لو كملت ال 30 بكرة هيبقى قدامي لسه 35. بكرة الخميس ان شاء الله يتعمل، الخميس بيبقى ايه الدنيا حركة وفي شغل. لكن انا لو ما كملتش ال 30 النهاردة فخلاص هيبقى ملهاش لازمة ان انا ايه حتى لو اشتغلت بكرة اشتغل اي حاجة تانية غير اوبر، اشتغل اندرايف وديدي مع بعض، احاول اخد الرحلات بسعر حلو هو افضل من اوبر. لكن اللي انا اشتغل او حتى اشتغل برضه على البونص ال 50 رحله بس مش ال 60، مش مستاهله يعني. هي 800 جنيه مبلغ كويس كل حاجه، بس انا شايف ان هي مش مستاهله، خصوصا ان في بونص تاني نزل الجمعه والسبت والحد اللي هو الجايين في اول الاسبوع، عايز اعمله اللي جاي ان شاء الله. فلا خليني هي ونصيبها، هي ونصيبها.
اوردر 9 كيلو رايح العوايد تقريبا، فطبعا ده هنرفضه. هيروح جرين بلازا، ما علينا حاجة، هو المشوار بعيد لكن جوه سموحة ولا أي حاجة، مش هياخد وقت لأن السكة دلوقتي فاضية خالص. ده مش وقت يعني نتأمره فيه، احنا بنتسلى. وعليكم تمام. يلا توكل. ده استنى نعم. المشكلة بقى الفتة دي ساعات ما تبقاش معاك فتة قدام اللي يفتكر ان انت بتدافس، بس انا مش بتدافس. المشكلة انا حاسس ان انا مش هلاقي اوردرات من جرين بلازا، ده شارع النصر جرين بلازا قدام، حاسس ان انا مش هلاقي من مش عارف. وعليكم السلام. لا ولا يوم. اركب معاك عادي لو عايز تكمل. الله يلعب. منطقة معلوم. وعليكم السلام. خلصت الرحلة.
عرفت ازاي؟ عندك زق. لا خايف، اصل ده فين؟ ازق 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 يعني؟ المشكلة ازق منين؟ ايه؟ لا 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 مؤاخذة. اركب 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 بس، اسمع مني اركب. ما تقلقش انا من عند الشنطة. انت مستعجل صح؟ انا اسف بقى امشي، لا مؤاخذة. لسه قايم من واحدة. حقك عليا والله، والله العظيم انا بزقه. الحمد لله مفيش حاجة. سليمة كبير. خيرا تعمل يا عم. اخرة اللسان. خيرا تعمل والله. احيي الشراب اتقطع. دلوقتي الراجل المحترم اللي كان طالب مننا احنا كده ايه الساعة دلوقتي الساعة 2 وعامل 21 برجر يعني عشان تبقوا معايا على الخط. وانا لسه بسعى من ساعتها. المهم الراجل المحترم اللي طلب دلوقتي كان واقف جنبي، انا شايفه بعيني وبشاور له ما بيبصليش. مره واحده لقيته مسكت تاني على برنامج تاني، الراجل ضارب برنامجين وراح ايه الراجل التاني ممكن بقى كان جاي له بسعر اقل، ممكن اندرايف ولا حاجه، راح ركب معاه. انا ما كلمتش معاه وسبته خالص، انا كده كده كنت جنبه لما انا بركب. ادي كده عدى الرحله 3 دقايق و40 ثانيه، هخليهم يصور 5 دقايق واخد منه 15 جنيه وانا ما رحتش رحله ولا اي حاجه. دي ميزه اوبر، لكن اي برنامج تاني ممكن يجي فيه تعويض 5 جنيه تقريبا، لكن الاندرايف مفيهوش تعويض. دي الحاجات اللي برضه بتبقى وحشه في الاندرايف. فانا هستنى كام دقيقه بتوعي، فاضل قد ايه؟ فاضل كده دقيقه، هستناها يا دوبك تخلص، هاخد ال 15 جنيه تعويض على اللي انا ايه ما لقيتش الراجل يعني، او اللي هو لغى. كده فاضل 10 ثواني 5 ثواني كام. اول ما تيجي يعني الاخضر ده يحمر بس لما يحضر الراكب افرض الرسوم على الراكب. ايوه خلاص. عشان الراجل بصراحه هو ايه المفروض يعني يحترم نفسه وما يعملش حركه زي دي، لان انت بتجيب يعني بتحرك موتوسيكلين مخصوص ليك، واللي يجي الاسرع او الارخص تاخده. ادينا خدنا 15 جنيه بس يا عم. وانا كده يا عم انا ايه ما اتضرتش بحاجه. انت بالعكس انت اللي هتيجي تدفع بعد كده رحله حلوه. انت اللي بعد كده هتيجي تدفع، تيجي تعمل رحله كمان تلاقي عليك نزل 15 كام 18. هم بيدوا لي 15 وهو بينزل عليه 18، هيجي لك 18 جنيه وهتقعد تقول بتوع ايه ومش بتوع ايه. بس انت هي ايه الاحسن بتأدبهم، فاهم؟ وغير كده انا عادي يا عم، انا ما مشيتش واخدت 15 جنيه من غير اي حاجه، من الاخر ما تعبتش فيهم. بس اخد وقت يعني، هو ما هو وقتي انا ده برضه مش ببلاش، لان يعني هي بصراحه حركه يعني ايه استفزتني. اللي هو انت واقف بشاور له، بس انا مش عايز اشاور له، ممكن يطلع مش هو واقول له حضرتك، بس هو ايه باينه مفيش غير الشارع، احنا الساعه 2 بالليل مفيش غيره واقف اصلا.
ومفيش غيره طالب. بس يا عم ماشي. ادي الراجل اللي طالب. قدامنا رحلة تانية في ساعتها، هو ربك بيعوض يعني ما بيزيدش. استاذ محمد يلا بينا. ايه؟ ايوه يلا بينا. ايه؟ برفع البنطلون يا عم ماشي زي الفل. هي دايرة. اقلع ماشي. عادي. لا كاش يا عم عادي، ولو فيزا فيها ايه. لا عادي ما بتفرقش معايا. انا كده عملت كام اوردر؟ الساعة كام بس الاول؟ الساعة دلوقتي 4 إلا 10، 4 بالليل، يعني الفجر هيأذن خلاص. انا بقى يعني عمري ما سهرت، يعني انا اخري كنت اسهر 2 3 يعني، ده يوم ما كنت جامد اوي. المهم الحمد لله عاملين حوالي 600 جنيه في 24 رحلة. المفروض كده فاضل 31 رحلة على البونص الأول و10 رحلات على البونص التاني. هل احنا هنقدروا نعملوا البونص الأول؟ يعني ايه هذا ما سترونه في الحلقة القادمة. ده لو انا نزلت بكرة، فهنزل بكرة او ما انزلش انا هروح انام. صحيت هنزل بكرة، ما صحيتش هنزل بكرة برضو. بس هي ايه، احاول انزل بدري على قد ما اقدر. بس انا عقبال ما انام واصحى البدري ده هيبقى امتى؟ انا خلاص الصبح قرب يطلع كمان شوية، فانا هروح يعني اخد لي غفلة حبة ان شاء الله. هحاول اجاهد نفسي ان انا اقدر ايه اخلص يوم بكره وبس. مش عايز اكون طولت عليك والله، لاي حد بيتفرج لغايه دلوقتي يعني كتر خيرك والله ان انت مستحملني كل ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايز اعدي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه عديت.